النهارده هنعمل مع بعض كاسترد الافراح بطريقه سهله وبسيطه جدا. بيسموه السهل الممتنع لان كل الناس بتحبه وكل الناس بتعمله، لكن مش بيطلع بالقوام الكريمي ده مع كل الناس، وفي ناس كتير بتخاف تجربه لما يطلعش شبه بتاع الافراح. النهارده انا جبت لكم كل اسرار وتريكات كاسترد الافراح. لو حابين تعملوه بالقوام اللي انتم شايفينه ده ويطلع ناجح معاكم من اول مره ويشرفكم قدام ضيوفكم، فالفيديو ده ليكم. عايزاكم كده تحمسوا معايا، تحطوا لايك للفيديو، عايزين نوصله لاكبر عدد من اللايكات، وتعالوا بينا نسمي الله ونشوف المقادير وطريقه التحضير مع بعض. اول حاجه معانا 3 اكواب من الحليب كامل الدسم، عليهم 3 معالق كبار من كاسترد الفانيليا او اي نوع بتفضلوه او متوفر عندكم. معانا كمان 3 معالق كبار من السكر، وظرف من الفانيليا البودر او ممكن معلقه صغيره من الفانيليا السايله. في حله عندي هنزل بالسكر وعليه كاسترد الفانيليا وعليهم الحليب، وهبتدي اقلبهم كويس جدا على البارد قبل ما ارفعهم على النار. الخطوه دي مهمه جدا لو حابه تعملي كاسترد ناجح، وركزي في التريكات اللي هقول لك عليها هتفرق معاكي جدا. ده بعد ما قلبناه كويس جدا. لو حابه ان الحله بتاعتك تطلع نظيفه، ما تكونش محروقه من الحليب من تحت، تكون نظيفه بالشكل ده، فاعملي زي ما هقول لك بالظبط. هنرفع الكاسترد بتاعنا على نار متوسطه، وهنجيب المضرب ونفضل نقلب فيه ضرب مستمر لحد ما يستوي ويترفع من على النار. اولا هو مش هياخد وقت معاكي كتير على النار، يا دوب 3 دقايق بالظبط هتلاقيه استوى، بس اهم حاجه تفضلي تضربي فيه كده علشان ما يكتلش وعلشان القعر بتاع الحله ما يتحرقش، وبالتالي هتلاقي نفسك هدرتي من الكاسترد بتاعك كتير جدا. خلاص هو كده يعتبر استوى تماما. قبل ما نرفعه من على النار بنضيف ليه باكت من الفانيليا البودر او ممكن معلقه صغيره من الفانيليا السايله، هتديكي نكهه وريحه في منتهى الجمال. نرفعه بقى من على النار وهنبتدي نجيب البولات بتاعتنا، والخطوه دي مش اي حد بيعملها غير طباخين الافراح او الناس المحترفين او الناس اللي هتعمله بكل التريكات اللي انا قلت عليها، لان الغالب بيفضوه في كبات كده وبيتاكل من الكبات على طول من غير ما تقلبيه، لانهم بيبقوا خايفين ان هو يتجرح معاهم او ما يطلعش بالشكل المظبوط. فاحنا بنجيب البولات بتاعتنا بالشكل ده، حطيت فيهم من تحت زبيب وجوز الهند، او ممكن لو ما عندكيش حاجه تقدري ما تضيفيش اي حاجه خالص، مفيش مشكله. تمام. وبنضيف الكاسترد بتاعنا، بعدين بندخله التلاجة 4 ساعات او اقل حاجه ساعتين، وبعدين بتطلعيه بيكون معاكي في منتهى الجمال. بس قبل ما تدخليه حاولي تظبطي كده ايه السطح بتاعه من فوق، وطبعا انت لو حابه تضاعفي المقادير فبتضاعفي كل حاجه حسب رغبتك وحسب احتياجك. وده كان شكل الكاسترد بتاعنا، انا قعدته بس ساعتين في التلاجة لان كنا مستعجلين عليه. بجد طعمه بيكون في منتهى الجمال وبياخد شكل قوام كاسترد الافراح. اول لما بيطلع بتبداي تسلكيه بالشكل اللي شايفينه ده، البولات ولا مدهونه زيت ولا اي حاجه. الموضوع سهل وبسيط جدا، لو عملتي بكل التريكات والتفاصيل اللي قلتلك عليها هيطلع ناجح معاكي جدا. بتجيبي الطبق وتحطيه على وش قالب التشكيل، وبتقلبي الطبق وترجيه مرتين كده، هتلاقيه طالع معاكي بكل سهوله. شايفين زي كده بالظبط؟ ايه رايكم بقى؟ شكله في منتهى الجمال، وبجد طعمه خطير جدا، واخد قوام الجيلي يعني اللي هو بيلزلز كده. سكره مظبوط. انتي بس اعملي بنفس الطريقه اللي قلتلك عليها هيطلع ناجح معاكي جدا. وما تضيفيش ميه للكاسترد، اعمليه كله بحليب، هيعجبك قوي وهيكون ناجح. وهو ده كاسترد الافراح. جاي الصيف كلنا بنحتاج نطري على قلبنا كده بحاجات حلوه زي دي، وتقدري طبعا تعمليه في العزومات هيشرفك جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم حطوا لايك للفيديو، عايزين نوصله لاكبر عدد من اللايكات. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك في القناه. هتلاقوا كلمه اشتراك مكتوبه باللون الاحمر تحت الفيديو، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها يوميا اول باول. وشرفوني بكومنتاتكم الجميله لانها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. شيروا الفيديو لو حابين، ولو في اي سؤال اكتبوه في الكومنتات باذن الله هرد عليكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.